السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا النهارده مع بعض ونعرف كل تفصيله فيه ونفهمها صح. لان في نهايه كل محاضره كالعاده بنعمل كويز نتاكد ان احنا فهمنا كل حاجه، ولكن قبل ما نبدا المحاضره النهارده معاك 5 ثواني يا دكتور. قول لي ايه هو اكبر عضو في جسم الانسان؟ largest organ in human body. الناس اللي قالوا الكبد او ليفر للاسف غلط. الناس اللي قالوا الجلد او سكين برافو عليكم. طب ازاي يا دكتور؟ طيب هقول لك، ده بيرجع لسببين. السبب الاول هو المساحه، السبب الثاني الوزن. عندك المساحه، الجلد بيغطي الاجزاء الخارجيه كلها لجسم الانسان، يعني عندك السكيلتون ده مثلا لو باين عندكم فهو متغطي كله بالجلد، بيمثل حوالي او بيغطي حوالي 2 متر مربع، فانت متخيل. تاني حاجه المساحه، عندك الجلد وطبقاته بيمثل حوالي 15% من وزن الانسان الكلي. اما الناس بقى اللي قالوا الليفر او الكبد، فعندك الكبد بيكون حوالي 1.5 كيلو جرام في الادلت هيومن بادي او في الانسان البالغ، مما يمثل ال1.5 كيلو جرام دول يمثلوا 2% بس من وزن الانسان الكلي. فلذلك لما اقول لك largest organ in human body، اكبر عضو في جسم الانسان بشكل عام، هتقول لي الجلد او سكين. لكن لما اقول لك largest internal organ، يعني اكبر عضو داخلي في جسم الانسان، ساعتها هتقول لي الكبد او ليفر. تمام؟ تعالوا نبدا مع بعض يا دكاتره. سكين اند فاشيا، بسم الله. طيب عندك اول حاجه نبدا بالديفينيشن او التعريف بتاع السكين. سكين it is the largest organ in human body زي ما احنا عرفنا. طيب الجلد دوت او السكين بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 طبقات. ال3 طبقات دول اللي هم دول، عندك الديرمز، عندك الابيديرمس. ايبي معناها فوق، لو انتم مذاكرين ميديكال ترمينولوجي ايبي معناها الفوق الحاجه دي. لا يعني لما اقول لك ديرمس، الطبقه اللي فوقيها هيبقى اسمها ايه؟ ايبيديرمس. وانت عارفين طبعا برضو في الترمينولوجي ان هايبو معناها تحت، لذلك لما اقول لك هايبوديرمس معناها الطبقه اللي تحت الديرمس. لذلك الجلد بيتكون من 3 طبقات، طبقه الديرمس والطبقه اللي فوقيها واللي تحتيها. اللي فوقيها اسمها ايه؟ ايبيديرمس، اللي تحتيها اسمها ايه؟ هايبوديرمس. فعندنا 3 طبقات، ديرمس، ايبيديرمس، هايبوديرمس. تمام؟ بصوا يا دكاتره، زي ما احنا شايفين كده، دي اللي في النص اسمها ديرمس، الطبقه الخارجيه اللي هي اوتر موست، اوتر خارجي، انر داخلي. تمام؟ الطبقه اللي فيها ايبيديرمس، الطبقه اللي تحتيها هايبوديرمس. طيب بيقول لك اول طبقه اللي هي اسمها ايبيديرمس زي ما احنا قلنا، اللي هي اوتر موست بروتكتيف لاير. طيب هو ليه بيقول كلمه بروتكتيف؟ احنا عرفنا اوتر موست يعني الطبقه الخارجيه، بروتكتيف دي معناها ايه؟ انها بتعمل بروتكشن او حمايه. طب ازاي يا دكاتره؟ انت عندك الجلد ده يعمل لك بروتكشن ازاي؟ بيعمل لك بروتكشن من المايكرو اورجانيزمز اللي هم الكائنات الحيه الدقيقه، زي البكتيريا، زي الفنجس او الفطريات. طيب بس يعني من المايكرو اورجانيزمز بس بيعمل لي بروتكشن؟ لا، بيعمل لي برضو من الفيزيكال انجري. لو بيعمل لي من الفيزيكال انجري زي ايه؟ زي الالترا فايولت ريز، الاشعه فوق البنفسجيه. طيب برضو من ايه بيعمل لي بروتكشن؟ من ايه تاني يا دكتور؟ من الكيميكال انجري. انت عارف مثلا ميه النار لما تقع على الجلد، لا الجلد بيلعب دور كبير جدا في الحمايه بتاعته. طيب انتوا عارفين برضو يا دكاتره في الحروق ليه بيحددوا الحرق ده درجه اولى ولا تانية ولا تالتة؟ على حسب هياخد قد ايه من طبقات الجلد دي. اتفقنا؟ دي حاجه برضو لحياتك العمليه. تمام؟ طيب يا دكاتره، بيقول لك احنا عرفنا ان اول طبقه اللي هي الابيديرمس اوتر موست بروتكتيف لاير. عايزين نفهم كل كلمه عشان لما يلعب في الام سي كيو او في اي كويز انت تعرف تجاوب صح ان شاء الله. الطبقه الثانيه اللي هي الديرمس. طيب دي بيقول لك الميدل لاير، ميدل في النص. طيب تمام. containing connective tissue. connective tissue دوت اللي هو النسيج الضام، ده بيتعمل منه اربطه، غضاريف، اوتار الى اخره. عندك هير فوليكلز، شايفين الهير فوليكلز اللي زي دي؟ تمام؟ اللي هي بصيلات الشعر. عندك سويت جلانز، سويت جلانز اللي هي جايه من العرق، فهي الغدد العرقيه. عندك السبيشس جلانز اللي هي الغدد الدهنيه. هنعرف كل حاجه بالتفصيل وهنشوفها دلوقتي. عندك النيرفز اند بلاد فيزلز، نيرفز اللي هي الاعصاب، والبلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه.
انتوا شايفين طبقه الديرمز اللي هي في النص دي؟ عندك اهي بلاد فيزلز اوعيه دمويه، عندك اللي هي بتتلف او تبقى طويله دي اللي هي السويت جلانز او الغدد العرقيه، عندك برضو سويت جلانز اللي هي زي ما احنا قلنا الغدد العرقيه، عندك سابيشس جلانز اللي هي الغدد الدهنيه. تمام؟ ليه بيسموها غدد دهنيه؟ عشان بتفرز حاجه اسمها سيبم، بيبقى حاجه دهن او بيسموه الشحم كمان. تمام؟ عندك برضو النيرفز اللي هي الاعصاب. طيب يا دكاتره، فلما اقول لك كلمه الطبقه دي فاسكولار معناها ايه؟ يعني فيها بلاد فيزلز، فيها اوعيه دمويه. انهي طبقه من دول فيها اوعيه دمويه؟ برافو عليكم، اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي هي الطبقه اللي في النص اللي هي طبقه الديرمز. طيب طبقه الابيديرمز اللي هي فوق، هل احنا قلنا ان فيها بلاد فيزلز؟ لا، يبقى اسمها افاسكولار. افاسكولار حرف الاي اللي في الاول ده معناها ان ما فيهاش اوعيه دمويه، ما فيهاش بلاد فيزلز. تمام؟ زي لما اقول لك ريجولار عكسها irregular، اورجانايزد عكسها ديس اورجانايزد، وهكذا يعني. ففاسكولار معناها فيها اوعيه دمويه. انهي طبقه اللي فيها اوعيه دمويه؟ طبقه الديرمز اللي هي الطبقه اللي في النص. انهي طبقه ما فيهاش؟ اللي هي الاوتر موست لاير اللي هي الابيديرمز. طيب ازاي بيوصل لها التغذيه للابيديرمز اللي هي الطبقه اللي فوق بما انها افاسكولار؟ بالديفيوجن من طبقه الديرمز. يعني طبقه الديرمز بتعمل ديفيوجن او بخاصيه الانتشار، بتودي التغذيه للطبقه اللي فوقيها. تمام يا دكاتره؟ يعني الواحد مثلا لو تخربش خربوش وما جابش دم يبقى كده اللي اتصاب بس الابيديرمس ده كده. برافو عليك، دي حاجه حلوه جدا. برافو عليك. يعني فعلا لا، لو في ساعات في خرابيش كده ما بتلاقيش بتطلع دم، دي ليه؟ عشان هي بس خربشت طبقه الابيديرمز اللي هي الطبقه اللي فوق، والطبقه دي افاسكولار ما فيهاش اوعيه دمويه. لكن بقى لو الخربوش كده دخل في طبقه الديرمز اللي هي الطبقه اللي في النص اللي فيها بلاد فيزلز، هتطلع ايه؟ دم. حلو يا دكتور حسام. طيب بيقول لك الطبقه اللي تحت بقى اللي اسمها هايبوديرمز. اتفقنا هايبو معناها تحت، فهايبوديرمز اللي هي الطبقه الداخليه خالص. بيقول لك انر موست لاير، فاحنا اتفقنا اوتر موست لاير هي الطبقه الخارجيه اللي هي الابيديرمز. اما اقول لك انر موست لاير اللي هي الهايبوديرمز. اما اقول لك الميدل لاير هتبقى ايه؟ اللي هي الديرمز نفسها. برافو عليكم. احنا بنحاول بس يعني مش عايزك تبذل مجهود، لا احنا بنحاول نذاكر مع بعض. تمام؟ بيقول لك الطبقه الداخليه دي بتتميز بايه؟ انها كومبوزد مينلي اوف فات، يعني المكون الرئيسي فيها ايه؟ الدهون. وكونكتيف تيشو برضو، بس ده مش الحاجه المميزه فور انسوليشن. انسوليشن دي زي عزل، بتكون طبقه عازله. لكن لما اقول لك كلمه انسوليشن افتكر لي الطبقه الداخليه اللي هي الهايبوديرمز. لما اقول لك اوتر موست بروتكتيف لاير انهي؟ هي الابيديرمز. لما اقول لك الطبقه الفاسكولار اللي فيها بلاد فيزلز وفيها هير فوليكلز وسويت جلانز وسابيشس جلانز اللي فيها المردغه دي كلها اسمها ايه؟ اللي هي الديرمز. لكن لما اقول لك اللي فيها مينلي فات فور انسوليشن، يعني بتكون طبقه من الدهون كده عشان خاصيه العزل يعني، فهي الهايبوديرمز. تمام يا دكاتره؟ طيب عايزين نعرف دلوقتي السكين فانكشنز. وانا يا دكاتره انا مش عايزكم نحفظ كل كلمه، لا احنا نفهم كل حاجه، لان هو غالبا بيعتمد على الفهم مش بيعتمد على اللي انت حافظ. لا طيب عندنا السكين فانكشنز هنلخصهم في 6 حاجات: بروتكشن حمايه، برودكشن انتاج، سنسيشن اللي هي بتحس، ثيرمو ريجوليشن دي اللي هو بتنظم درجه الحراره، اكسكريشن اخراج، واميون ليها وظيفه في المناعه. طيب عايزين نفسر كل حاجه فيهم، ما احنا مش نحفظ وخلاص. بروتكشن، ازاي الجلد بيعمل بروتكشن؟ احنا زي ما احنا قلنا بالظبط. فاكرين الابيديرمس بتعمل ايه؟ بتحمينا من ايه؟ من المايكرو اورجانيزمز زي الايه؟ زي البكتيريا والفنجس اللي هو البكتيريا والفطريات. بتحمينا من الالترا فايولت ريز الاشعه فوق البنفسجيه. بتحمينا من الكيميكال انجري الحاجات الكيماويه اللي هو ميه النار وهكذا. فدي وظيفه الجلد انها بتعمل بروتكشن. طيب برودكشن، الجلد بيعمل برودكشن لايه؟ تفتكروا لايه يا دكاتره؟ عارفين فيتامين د او فيتامين دي؟ ايوه، الجلد بيساعد في البرودكشن بتاع الفيتامين دي لما يتعرض للسان لايت او اشعه الشمس. عارفين مرض الريكتس او الكساح؟ في مرض كده بيجي للاطفال نتيجه انهم مش بيتعرضوا للشمس. من الاسباب بتاعه ان هم مش بيتعرضوا للشمس بصوره كافيه، فبيجي لهم مرض الكساح. لذلك مهم جدا عشان نمو العظام والعظام تبقى تمام كده انهم يتعرضوا للشمس. تمام؟
فالسكين بتعمل برودكشن لايه؟ لفيتامين دي. تمام. السنسيشن معروفه، يعني ان الجلد فيه نيرف ريسبتورز او مستقبلات للاعصاب. الاعصاب دي بتخليك تحس بالبين، يعني لو حد مثلا جاب عصايه كده وضربني انا الحمد لله هحس بيها. بتخليك تحس بالتمبريتشر، لو حد جاب حله مغليه ولا حاجه وحطها على جلدي انتوا عارفين ايه اللي هيحصل. بيخليك تحس بالبريشر، لو حاجه ضغط عليك جامد، جبت حاجه تقيله قوي وحطيتها على ايدي انا احس بيها. بتخليك تحس بالتاتش، لو حد بس يا دوب لمسك انت هتحس بيها. وخلي بالك الاحساس ده نعمه حرفيا، لان في بعض الامراض بتخلي النيرف ريسبتورز دي ما تشتغلش، فبتخلي حرفيا كأن مثلا حد يمشي على النار كده وهو مش حاسس برجليه اصلا. رجليه بقى يحصل فيها مضاعفات كتيره جدا وهو مش حاسس بيها اصلا. فاهمين قصدي؟ فدي الحمد لله نشكر ربنا على نعمه الكتيره يعني. فاحنا عرفنا بروتكشن، وعرفنا ازاي برودكشن للفيتامين دي، عرفنا السنسيشن عشان فيها نيرف ريسبتورز او مستقبلات للاعصاب. طيب ثيرمو ريجوليشن، الجلد بينظم درجه الحراره ازاي يا دكاتره؟ دلوقتي الجو حر، الجسم بيعمل ايه؟ بيعرق. العرق ده عشان ايه؟ ليه الجسم بيطلع عرق؟ to cool the body، عشان يساعد في انخفاض درجة الحرارة. تمام؟ فلذلك الجلد بيعمل ثيرمو ريجوليشن، بينظم درجة الحرارة. طيب بيعمل اكسكريشن زي ما احنا لسه قايلين برضو، ما الجلد بيطلع العرق، بيطلع الاملاح، بيطلع المية الزايدة، ما دي وظيفة اخراجية، يعني بيحاول يخرج الحاجات دي عشان يتخلص منها الجسم. طب يا دكاتره ومكتوب برضو اميون، طبعا الجلد بيساعد في المناعه، انتوا واخدين في ثالثه ثانوي ان هو عباره عن خط الدفاع الاول للجسم. طيب ليه؟ عشان هو بيشتغل كفيزيكال بارير. عندك طبقه الكيراتين دي برضو بتمثل عائق للمايكرو اورجانيزمز او الكائنات الدقيقه، وبرضو بيشتغل ككيميكال بارير. انت عندك العرق والسولت او الملح ده بيمثل بي اتش مختلفة أو غير مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة، فلذلك هو طبعا بيساعد جدا في المناعة ويعتبر خط الدفاع الأول للجسم. طيب عندنا بيقول لك أول حاجة ليه كلمة بروتكشن؟ احنا اتفقنا مع بعض إن the skin provides a physical barrier that protects the body from harmful microorganisms. أيوه بيعمل بروتكشن من المايكرو اورجانيزمز. تمام؟ environmental factors like ultraviolet radiation، ايوه بيحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه زي ما قلنا. mechanical injury، تمام، والديهايدريشن، ديهايدريشن اللي هو الجفاف يا دكاتره. تمام، بيعمل بروتكشن من حاجات كتير يعني. انا مش عايزك برضو تقعد تحفظ كل كلمه، صدقني ما تحفظ، انت افهم بس. طيب تاني حاجة احنا اتفقنا بيعمل برودكشن لايه؟ للفيتامين دي او فيتامين د. فبيقول لك the skin produces vitamin D when exposed to sunlight، لما تتعرض لأشعة الشمس بيتم انتاج فيتامين دي عن طريق السكن زي ما احنا اتفقنا. a crucial process for bone health and overall well-being. تمام، بيقول لك دي حاجة مهمة جدا عشان صحة العظم بقى وعشان تبقى تمام او الكلام ده كله. تمام، يعني كلام انشا يعني. السنسيشن اتفقنا يا دكاتره. The skin contains nerve receptors اللي هم مستقبلات الاعصاب زي ما اتفقنا. That detect sensations such as اللي بتكشف الاحاسيس زي ايه بقى؟ زي التاتش، اللمس، زي التمبريتشر اللي هي درجه الحراره، heat and cold سواء بقى حاجه سخنه او حاجه ساقعه يعني. البين، الالم، والبريشر شرحنا ده كله. providing vital information about the external environment. تمام، بيقول لك يعني ايه؟ بتحس بالانفايرمنت اللي حواليك او البيئه اللي حواليك، لو في بين هتحس بيه، لو في temperature هتحس بيه، وهكذا. طيب thermoregulation اللي هو تنظيم درجه الحراره. نقرا مع بعض برضو. it helps regulate body temperature، بتساعد في تنظيم درجه الحراره عن طريق ايه؟ releasing sweat، بتخرج العرق. ليه؟ to cool the body، عشان تبرد الجسم. and by controlling blood flow to the surface. تمام يا دكاتره. طيب excretion اللي هو الاخراج، احنا اتفقنا برضو through sweat glands. sweat glands اللي هم ايه يا دكاتره؟ اللي هم الغدد العرقيه. تمام. the skin excretes small amounts of waste products. تمام، يعني الحاجات الزايده مثلا او مخلفات الجسم بيتم اخراجها عن طريق ايه؟ عن طريق العرق ده. والسولتس، املاح، and excess water from the body، الميه الزايده برضو بتخرج من الجسم عن طريق الجلد. طيب واتفقنا برضو في الاميون هنعملها ازاي. طيب ننتقل للنقطه اللي بعدها بقى يا دكاتره اللي هي لانجرز لاينز.
او كليفج لاينز. تمام. لانجر لاينز دي كان في عالم اسمه كارل لانجر. كارل لانجر ده اكتشف حاجه مهمه جدا. عارفين احنا اتفقنا ان الجلد بيتكون من 3 طبقات يا دكاتره، الديرمس، والطبقه اللي فوقيها اللي اسمها ايه؟ ايبيديرمس، والطبقه اللي تحتيها اللي اسمها الايه؟ الهايبوديرمس. عندك في طبقه الديرمس دي اكتشف انها بتتكون من كولاجين او فيها كولاجين كتير جدا. تمام. الكولاجين ده بيبقى عباره عن خطوط موازيه لبعضها كده. تمام. يعني عندنا مثلا يا دكاتره وليكن ده وش اهو، والعادي الشكل اهو، العين، المناخير. عندك لانجرز لاينز او خطوط لانجر في الجبهه بتكون بالشكل ده بالعرض كده. عندك جنب المناخير بتكون كده. تمام. هي شبه القطه شويه انا عارف، ولكن اتقوا ربنا شويه يا جماعه. وانت بتعور صاحبك ما تعوروش كده، لا احترم خطوط لانجرز او لانجرز لاينز. وهنا ما تعوروش كده، لا عوروا في نفس اتجاه لانجرز لاينز عشان ما تعملوش تشوه. مش هيبقى موت وخراب ديار، لا في نفس الاتجاه. عشان بيقول لك اهو وانت بتعمل عمليه جراحيه اقطع موازي للخطوط دي عشان ما يحصلش تشوه او ما تسيبش سكار فيكون شكلها وحش. تمام. طيب ثانيه واحده. ماشي. عرفنا ان لانجرز لاينز زي ما احنا قلنا correspond to collagen fibers in the dermis. الحته دي بتيجي في الام اس كيو يا جماعه. ليه؟ عشان تهيل بيتر وبروديوس ليس سكارينج، ما تعملش تشوه. تمام، او تكون اقل في التشوه. عندك الابيديرمس ابيثيليوم. الابيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي اللي بيغطي الابيديرمس او الطبقه العليا من الجلد. طيب اسمه ايه؟ اسمه stratified squamous epithelium. هتاخد الكلام ده في الهيستولوجي او علم الانسجه. stratified معناها ايه؟ معناها بتتكون من طبقات. النسيج الطلائي بتاع الابيديرمس بيتكون من طبقات، يعني كذا طبقه. ثانيه واحده كده. سكويمس معناها فلات، فبالتالي انا بقول لك انها فلات كده مثلا، فلات وبتتكون من طبقات، يعني مش طبقه واحده. ماشي. stratified squamous epithelium. stratified عشان هم كذا طبقه مش طبقه واحده. squamous عشان هي flat cells. طيب لو كانت طبقه واحده بنسميها simple، ما بنقولش stratified. تمام. لو كانت squamous دي بتقول لك الشكل بتاعها. لو كانت columnar يعني هي بتبقى خلايا عموديه بالشكل ده مثلا. تمام. ماشي يا دكتور. فلما اجي اسالك في الام سي كيو الابيثيليوم بتاع الابيديرمس نوعه ايه؟ تقول لي stratified squamous epithelium. تمام. بسم الله. طيب عايزين نعمل كومباريسون او مقارنه مهمه جدا ما بين الابيديرمس والديرمس، وانتوا ساعدوني بقى يا دكاتره. احنا المفروض عرفنا الابيديرمس، احنا بصوا بالشكل كده، عندنا الطبقه دي اللي هي كده دي الابيديرمس، عندنا دي كلها الديرمس. فاحنا نقارن مثلا بالثيكنس او السمك. عندك الابيديرمس اللي هي كده ولا الديرمس انهي اكثر سمكا او ثيكر؟ واضحه يعني، واضحه ان الديرمس مور ثيك ذان الابيديرمس. بيقول لك اهو دي ثينر، ايوه هي رفيعه طبقه الابيديرمس الصغيره، اما طبقه الديرمس واخده ده كله فهي ثيكر. تمام، برافو عليكم. طيب احنا عرفنا برضو دكاتره ان طبقه الديرمس دي فيها حاجه مميزه جدا، عشان كده لما بتخربش وتوصل لو وصلت لطبقه الديرمس بتطلع دم زي ما دكتور حسام قال، فكونتينز بلاد فيزلز. فدي لو حاجه الطبقه دي فيها بلاد فيزلز او اوعيه دمويه بنسميها ايه؟ بنسميها فاسكولار. تمام، يبقى دي فاسكولار، يبقى دي افاسكولار، ما فيهاش اوعيه دمويه الابيديرمس. طيب بتتغذى ازاي؟ عن طريق الديفيوجن من طبقه الديرمس بتودي للابيديرمس للطبقه اللي فوقيها زي ما احنا اتفقنا. الكومباريسون دي حاجه هتاخدوها في الامبريولوجي او علم الاجنه، ان كل حاجه ليها اصل او مصدر وانت كنت جنين. فبيقول لك وانت كنت جنين كان في 3 طبقات كده هتاخدوها في الامبريولوجي فوق بعض كده. اللي في النص اسمها ميزوديرم، اكتوديرم، اندوديرم. اللي في النص ميزوديرم اللي فوق، اكتوديرم اللي تحت، اندوديرم. كل حاجه بتطلع حاجات معينه في جسم الانسان. تمام. فبيقول لك ان الابيديرمس مصدرها ايه من ال3؟
اكتوديرمال ان اوريجين. تمام، يبقى الاوريجين او المصدر بتاع الابيديرمس هي اكتوديرم، اما الديرمز ميزوديرم. تمام. طب يا دكاتره، عندنا سلايد هنا مهمه جدا بيقول لك the color of the skin، يعني لون الجلد بيتحدد بالاماونت اوف ميلانين، بيتحدد بصبغه الميلانين الموجوده في الجلد. طيب صبغه الميلانين دي بتفرز بايه؟ بالميلانوسايتس. سايتس يعني خلايا، ميلانو بيقول لك الخلايا المنتجه للميلانين. طيب الميلانوسايتس دي موجوده في انهي طبقه من طبقات الجلد؟ يا ترى هل موجوده في الديرمس ولا الابيديرمس ولا الهايبوديرمس؟ لا، موجوده في الابيديرمس اللي هي الاوتر موست بروتكتيف لاير. تمام، يبقى الميلانوسايتس الخلايا المنتجه للميلانين موجوده في الابيديرمس اوف ذا سكين. اوكي، طيب عايزين نعرف دلوقتي الميلانوسايتس دي هل هي موجوده بس في السكين؟ لا، الميلانين بيجمنت او صبغه الميلانين موجوده في الشعر، الهير، بتدي لك لون الشعر، موجوده في السكين تدي لك لون الجلد، موجوده في الايز، موجوده في العين تدي لك لون العيون المختلفه. خلي بالك مفيش حد في الدنيا عينه سودة. ازاي؟ طب ما انا عيني سودا. لا، عينك مش سودة، مفيش حد في الدنيا عينه سودة. خلي بالك هي بتبقى غامقة لدرجة انها بتبقى دارك براون او بني غامق لدرجة انها باينة اسود، لكن مفيش حد في الدنيا عينه سودة. خلي بالك درجة لون العيون بتتحدد بكمية الميلانين بيجمنت او صبغة الميلانين الموجودة فيها. معظم الناس عندهم صبغة الميلانين كتيرة في العين، فبالتالي absorb more light، يعني بتمتص ضوء اكتر، فبتبان دارك براون او بني غامق. طب لو عندك صبغة الميلانين يعني اقل شوية بتبان عسلي، بيسموها هازل ايز برضو او بني فاتح. تمام. طيب لو عندك مودريت، يعني كمية الميلانين في عينك متوسطة، بتبان اخضر، يبقى بتدي الجرين كولر. طب لو عندك لوست بقى كونسنتريشن، اقل تركيز من صبغه البيجمنت، من صبغه الميلانين في عينك، هيكون لون عينك ازرق. وخلي بالك لو انت لون عينك بني غامق او عسلي، ف يعني بيكون الابحاث اثبتت ان هم من اقل الناس تعرضا لمشاكل النظر. خلي بالك بيبقوا حساسين قوي للضوء، الناس اللي عينهم خضراء او زرقاء والكلام ده كله. الحمد لله والله ان الواحد عمل الحمد لله لقينا حاجه بقى ايه، فاهم؟ الحمد لله ان الواحد طيب هنا زي ما احنا اتفقنا دكاتره، بيقول لك الميلانين موجوده في السكين والهير والايز زي ما احنا اتفقنا. السكين ابندجز دي الحاجه زي ملحقات او زوائد الجلد. طيب بتتكون من ايه؟ زي ايه مثلا؟ زي الهير، الشعر. الجلانز دي احنا اتفقنا في 2 جلانز عندنا في السكين او زوائد الجلد، اللي هي سويت جلانز اند سبيشس جلانز. سويت جلانز اللي هي ايه؟ برافو عليك، الغدد العرقيه. سبيشس جلانز اللي هم الغدد الدهنيه اللي بيطلعوا السيبم. وعندنا النيلز، يبقى عندنا السكين ابندجز او الزوائد اللي في السكين او ملحقات الجلد، بيسموها ملحقات الجلد بالعربي، زي الهير والجلانز والنيلز. الجلانز اللي هم سويت جلانز وسبيشس جلانز. تمام. طيب هنا important notes هنحاول نفهمها مع بعض ونحاول برضو نحفظها عشان للاسف بيسأل فيها في الام سي كيو. تمام. بيقول لك الثيك سكين يعني السمك بتاع الجلد تقيل يعني او كبير في ايه؟ في البالم اوف هاند اند سول اوف فوت. خلي بالك بالم اوف هاند اللي هي راحة الايد او باطن الايد، اللي هو ده يا دكاتره ده. تمام. وسول اوف فيت اللي هو رجلك من ورا، بيسموها نعل الرجل. تمام. بالم اوف هاند اللي هي دي. تمام. وسول اوف فيت اللي هي دي. تمام. خلي بالك بقى لو عوزت اقول ظهر ايدي هقول ايه؟ هقول دورسم اوف هاند. طب لو عوزت اقول ظهر او رجلي بس من فوق، يعني مش دي، لا فوق، هقول دورسم اوف فوت. تمام. فبيقول لك الثيك سكين او السمك بتاع السكين تقيل في ايه؟ في البالم اوف هاند والسول اوف فوت. احفظ الكلمه دي كويس، بالم اوف هاند والسول اوف فوت، عشان مميزين بكذا حاجه هنقولها دلوقتي. طيب يبقى عرفنا الثيك سكين فين؟ في البالم اوف هاند والسول اوف فوت. طيب الثين سكين، ثين رفيع، فين الجلد الرفيع؟ في الليبس. تمام. يبقى عرفنا الثيك سكين في البالم اوف هاند والسول اوف فوت. الثين سكين الجلد الرفيع موجود فين؟ السمك الرفيع موجود في اللبس. ايوه عشان السكين فيها سن يبقى برافو عليك والناس تقول لك تعمل توليد شفايف برضه اللي هو بيقابلوا انفلاميشن يا عم ربنا يوفقك. ربنا يوفقك.
طيب عندنا اللي بعدها بيقول لك areas، خلي بالك النقطة دي مهمة جدا في الام اس كيو فنركز يا جماعة. areas in human body devoid of hair. devoid of hair يعني مناطق في جسم الإنسان ما فيهاش شعر. انت المفروض نستنتجها. بيقول لك برضو في البالم اوف هاند، في نفس المكانين اللي قلت لك تحفظهم، في البالم اوف هاند انت شفت حد في باطن ايده هنا في شعر؟ الطبيعي اقصد، لان في حالات مرضيه يعني. بالم اوف هاند مفيش شعر، والسول اوف فوت برضو مفيش شعر. محدش بقى يقول لي الدورسم اوف هاند، خلي بالك دورسم اوف هاند فيه شعر، والدورسم اوف فوت هتلاقي فيه شعر. لا، هي بالم اوف هاند والسول اوف فوت مفيش شعر. وايه تاني؟ عندنا اللبس. خلي بالك حد هيقول لي طب ما في شنب وفي حاجه، الحاجات دي حوالين اللبس، حوالين الشفايف، لكن اللبس نفسها ما فيهاش شعر. والنيبلز اللي هي الحلمات في الفيميل، تمام؟ بيكون حواليها برضو شعر، لكن هي لا، نفسها لا، تمام؟ النقطة اللي بعدها، النوتس دي مهمة للام اس كيو، انا قاعد اكررها اهو، تمام؟ skin firmly attached to underlying structure in. بيقول لك الجلد بيكون ماسك بقوة في الاستراكشرز اللي تحتها او الانسجة اللي تحتها في ايه؟ firmly attached. برضو نفس المعلومة palm of hand and sole of foot. عايزين نجمع مع بعض palm of hand and sole of foot متجمعين في ايه؟ احنا قلنا انهم فيهم thick skin، الحاجات القوية thick skin، وفيهم skin برضو firmly attached to underlying structure، وهي مناطق برضو devoid of hair. فخلي بالك الثلاث حاجات دول مشترك فيهم ايه؟ palm of hand and sole of foot، تمام؟ اما يقول لك سكين لوزلي اتاتشد تو اندرلاينج ستراكشر، يعني حاجه لوز كده، لوز. خلي بالك الجزمه لما تكون بتلق منك كده بيقول لك الشوز ده لوز، فاهم؟ لوز، بيقول لك لوزلي اتاتشد يعني مش ماسكه كويس بالطبقات اللي تحتها في الدورسم اوف هاند اند دورسم اوف فوت. خلي بالك اعكس لي بقى الحاجات اللي فيرملي اتاتشد او ماسكه كويس، اعكسها. قلنا palm of hand and sole of foot، اعكسهم، خليهم dorsum of hand and dorsum of foot. ماشي يا دكاتره. هنا بيقول لك الفاشيه، انت كنت عالي بتنطقها ازاي؟ فاسيكيا. طيب ماشي، اسمها فاشيه يا جماعه. It is a tissue under the skin and consists of two layers. انا اللي يهمني بصراحه انك تعرف الفاشيه دي نوعين او بتتكون من طبقتين، superficial فاشيه وديب فاشيه. superficial سطحيه، ديب يعني عميقه، تمام يا دكاتره؟ خلي بالك احنا قلنا طبقات الجلد، سمعهم لي تاني، اللي هم الثلاثه دول، اللي هم الديرمس والابيديرمس والهايبوديرمس. الهايبوديرمس اللي هي الانر موست لاير، اللي هي الطبقه الداخليه او جوه دي، برضو ليها اسم تاني، تمام؟ عشان لما يجي لك في الام اس كيو اسمها سبكوتينيوس تيشو، واسمها برضو السوبرفيشال فاشيا. فخلي بالك ان السوبرفيشال فاشيا هي نفسها الهايبوديرمس، او اسم تاني للهايبوديرمس اللي هي الانر موست لاير اوف ذا سكين، اوكي؟ فلما اقول لك خلي بالك دي معلومه مهمه برضو في الام اس كيو، انا فاكرها دي. سوبرفيشال فاشيا بيقول لك ديفويد، احنا اتفقنا ديفويد لما قلت لك ديفويد اوف هير، قلت لك ايه؟ مناطق ما فيهاش شعر. خلي بالك سوبرفيشال فاشيا بيقول لك ديفويد اوف اديبوز. اديبوز دوت اسم تاني للفاتي، للحاجات الدهنيه، ماشي؟ فاتي تيشو ان المناطق اللي في السوبرفيشال فاشيا اللي ما فيهاش دهون. خلي بالك دول برضو لازم يتعرفوا كويس. عندنا مكانين بلس الاعضاء، شويه من الاعضاء التناسليه. المكانين اللي عايزك تعرفهم اللي خاليين من الاديبوز او الفاتي تيشو، النسيج الدهني، الايليدز اللي هو جفن العين، والاوريكل اوف ذا اير. الاوريكل اوف ذا اير المنطقه دي من الودن، مع شويه من الاعضاء التناسليه اللي هي البينس اللي هو القضيب، اند سكروتم اللي هو كيس الصفن، والكليتوريس اللي هي البذر، بتكون عند الفيميل يعني، تمام؟ فانت تعرف الايليدز والاوريكل وشويه اعضاء تناسليه. طيب عندنا بقى احنا اتفقنا الفاشيا نوعين او تو لايرز، سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا. الديب فاشيا بيقول لك اللي هي دينس فايبرس شيت اندر ذا سوبرفيشال فاشيا. احنا عارفين انها تحت، طبعا الديب فاشيا تحت السوبرفيشال فاشيا، ولكن انا عايز تشبه عشان تفهمها صح او تحلها صح في الام سي كيو، تعرف ان الديب فاشيا دي عباره كانك بتغلف حاجه. وظيفتها كده اصلا عشان تفهمها صح، بتغلف حاجه، تجيب حزام كده وبتربط على الحاجه عشان تخليها ان بوزيشن، تخليها في مكانها ثابته. ايه دوركم بقى يا دكاتره بالله عليكم؟ تمام؟ احنا بنحل مع بعض، مفيش مشكله اللي انت تغلط، ولكن انا واثق فيك، واثق فيك باذن الله يا دكتور. طيب which
of the following is the largest organ in the human body. لا ده سؤال عبيط، ده سؤال عبيط. ايه بيقول لك ايه اكبر عضو في جسم الانسان؟ خلي بالك ما قالكش internal، فهنختار ايه؟ انت اللي تحل. نختار السكن. تمام. بيقول لك which is the outermost protective layer of the skin. خلي بالك الاسئله بتيجي سهله، ولكن احنا عايزين بقى في بعض الجامعات بتكون ايه توكسيك زي جامعتك كده. طيب which is the outermost protective layer of the skin. بيقول لك الطبقه الخارجيه انهي؟ الابيديرمس ولا الديرمس ولا الهايبوديرمس؟ اكيد الابيديرمس. فين؟ ايوه هي الابيديرمس. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك what type of epithelium forms the epidermis. ايه النسيج الطلائي اللي موجود في الابيديرمس اللي هي الطبقه الخارجيه الاوتر موست لاير. احنا اتفقنا. ها تعالوا نشوف الاختيارات. هل simple squamous؟ هل stratified squamous؟ افتكر اللي انا قلت لك stratified يعني بيتكون من كذا طبقه، وسكويمس اللي هو فلات سيلز ده اللي في السكن، فنختار stratified squamous. تمام يا دكاتره. الناس اللي بتحل صح انا فخور بيهم طبعا، واللي ما بتحل صح انا فخور بيك برضو، بس ايه نحاول يعني. which of the following is not a function of the skin. خلاص بقى احنا مش حافظين، احنا فاهمين كل وظائف السكن المفروض. طيب protection تمام، فيتامين دي برودكشن تمام، blood pumping لا، thermoregulation تمام. فواضحه يعني اللي هي blood pumping. تمام. فاتفقنا كده ان الفانكشنز بتاعت السكن بنجمعها في ايه؟ protection، production، sensation. لو قال لك ايه تاني؟ لو قال لك thermoregulation صح، لو قال لك ليها دور في الاميون فانكشن تمام صح، لو قال لك دور في الاكسكريشن صح. احنا خلاص احنا فاهمين يعني، يلعب في الام اس كيو زي ما يلعب. طيب بيقول لك Langer's lines are important surgically because تمام. بيقول لك هي مهمة جراحيا ليه؟ they prevent infections، ما قلناش كده. incisions parallel to them heal better صح. الانسيجنز اللي متوازية للانجرز لاينز heal better تمام. طيب بيقول لك the epidermis is while the dermis is، يعني عايز ايه يعني؟ خلينا نشوف الاختيارات. ماشي. طيب بص يا دكاتره، بيقول لك the epidermis is vascular. لا ده الابيديرمس هي اللي avascular، والديرمس هي اللي vascular، هي اللي فيها blood vessels، فاول اختيار غلط. بيقول لك the epidermis is thicker. لا ده الابيديرمس هي اللي رفيعه. تمام. خلي بالك الحاجه اللي فيها حاجات كتير اللي كان فيها sebaceous glands وسويت جلاندز وبلاد فيزلز ونيرفز هي اللي هتلاقيها ثيكر، ما طبيعي. تمام. فالابيديرمس هي اللي ثينر. تمام. هنا بيقول لك the epidermis is الاختيار رقم سي avascular. ايوه فعلا. اما الديرمس هي vascular، هي اللي فيها blood vessels. تمام. ودي عشان افكرك بالكومباريسون او المقارنه ما بينهم. بيقول لك question number 8 بيقول لك which factor mainly determines the color of skin, hair and eyes. اي من العوامل الاتيه بيحدد لون الجلد والشعر والعيون؟ معروفه يعني اللي هي ميلانين او صبغه الميلانين. سؤال سهل. question number 9 بيقول لك which area of the body is devoid of hair. اي من المناطق الاتيه ما فيهاش شعر. تمام. انت بتطبق على جسمك يعني، دي حاجه سهله يعني. السكالب دي فروه الراس يعني اكيد فيها شعر. بالم اوف هاند اللي هي باطن او راحه الايد، ايوه فعلا ما فيهاش شعر. لكن خلي بالك لو قال لك دورسم اوف هاند اللي هي ظهر ايدك اللي هو هنا اكيد فيها شعر. لو قال لك دورسم اوف فوت هيكون فيها شعر. لكن لو قال لك سول اوف فوت اللي هو رجلك بس من تحت ما فيهاش شعر. فهنا هنختار بالم اوف هاند. تمام. بس كده يا دكاتره، اتمنى ان احنا نكون هضمنا الشابتر ده كويس وعرفنا كل الافكار اللي فيه. وبس كده يا دكاتره، احتجتوا اي حاجه عيوني ليكوا طبعا، سواء انا او دكتور حسام. السلام عليكم.